عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الفلورز. الفلور لو عايز أعمل فلور في الريفت، بروح على structure وبعد كده في فلور. الشورت كات اس بي. في أول حاجة في عندي هنا التايبس بتاعت الفلورز، بختار التايب اللي أنا عاوزه. تاني حاجة في اللي أجي أرسم في هنا، برسم بالباوندري لاين، في إما باللاين إما بالريكتانجلر، آه، أو باقي الأشكال. فأنا هاجي أرسم كده مثلا، بختار الليفل هنا ليفل 1 أو ليفل 2، وبعدين بعمل صح. بيقول لي عاوزها تعمل اتاتش للحوائط، أقول له اتاتش، فلاقي البلاطة اتعملت على الحوائط هنا. طيب، لو أنا عاوز أعمل مثلا، هعمل فلور تاني وعاوز أعملها بأوفست، أو أوفست 50 مللي مثلا، و فبتبقى مرفرفة 50 مللي. فهو الأوفست ده بيخلي الخط الحقيقي اللي هو أبو لون بينك ده بيوفست عن الخط اللي أنا ماشي عليه ب50 مللي. ف... ولو أنا عاوز أعمل جواه فتحة، فأنا هرسم كلوزد لوب. جوا الكلوزد لوب دي لازم أصلا لما أجي أرسم البلاطة لازم يبقى كلوزد لوب، لازم الشكل يبقى مقفول. يعني ما ينفعش يبقى الخط كده مثلا، خط يبقى كده، لازم يبقى الخط مقفول، لازم يبقى مقفول كده. فأنا لو عملت فتحة جوه فتحة فهو يخلي فيه هنا فراغ في الحتة دي. لو جيت أشوف هلاقي إن في فراغ زي ما أنا عامل. ممكن كمان لما باجي أرسم بيقول extend onto wall to core، اللي بيخلي الحدود بتاعة البلاطة تعمل extend على الوول. ديت برضو حاجة ممكن أستخدمها. في حاجة كمان، في حاجة اسمها slope arrow. slope arrow ديت بيخليني، لو أنا رسمت البلاطة أهو، بعدين بعمل سلوب أرو، فهروح راسم بعد ما عملت الريكتانجلر، هروح راسم الخط بتاع السلوب أرو من هنا لهنا. بيقول لي بقى هنا في البروبرتيز سبيسيفاي انت عايزها هايت اتيل ولا سلوب. فانا مثلا لو عايزها هايت اتيل، ليفل اتيل يبقى خليها ليفل 1، والليفل ات هيد خليها ليفل 2. ولو عاوز اوفست او حاجة ممكن تخليها فيها اوفست، يعني ممكن اخليها من غير اوفست. بعدين اقول له ماشي تاتش، فاجي اشوفها في 3D. هتلاقيها كده عشان انا عملت اتاتش، فهي خدت الحيطان معاها، عملت الشكل ده. فلاقي هنا التيل على ليفل 1، والتوب بتاعها هيبقى على ليفل 2. طيب لو انا مش عاوزها بالنظام ده، انا عاوزها مثلا تبقى بسلوب، لا بسلوب على زاوية مثلا 45.
أقول له ماشي، خليها المرة دي دونت اتاتش. فلاقي البلاطة معمولة على زاوية 45 درجة. ده بالنسبة للموضوع بتاع السلوب، بتاع السلوب أرو. في بعد كده السبان دايركشن. السبان دايركشن ده لو البلاطات فيها ميتال ديك بيخلي ببقى لازم اهتم بالموضوع السبان دايركشن ده. انا ممكن كمان لو انا راسم بلاطة، خلينا مثلا ارسم فلور هنا، وعاوز اخليها على ليفل 2، هنا عامل عليها سيلكت، وبعدين في البروبرتيز اخليه ليفل 2، فهتتحرك لليفل 2. آه، أظن كده الموضوع الخطة بتاع الفلور. أو ممكن نتكلم برضو في إن أنا لو عاوز أعمل تايب جديد للبلاطات، فأنا ممكن أعمل edit type، وأعمل duplicate، وأسميها مثلا generic 200 ملي. وبعدين أتحكم في السيكنس بتاعها هنا. أنا ممكن أخليها عبارة عن أكتر من طبقة. ممكن أعمل insert، وأخلي أول طبقة ديت تبقى finish مثلا أو حاجة. وأخليها سمكها 50 ملي. ممكن بقى، أنا قصدي يعني إن ممكن تتحكم تعمل تايبس جديدة بالطريقة دي، تتحكم في الماتيريال من هنا، أو تتحكم في السيكنس من هنا، تتحكم في ترتيب الطبقات من هنا، تعمل بروفيو. يعني هنا لو عامل السيراميك فوق المفروض يبقى العكس، يبقى السيراميك فوق والخرسانة تحت. آه، في ايه تاني ممكن تتحكم بقى في الهاتش، تتحكم في الحاجات دي. آم، تتحكم في اللون وباقي الخصائص دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.